السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل مع بعض الطحينة الخام، حاجة كده في منتهى الروعة وفي منتهى التوفير. هتعمليها معايا بكوباية سمسم ودقيق وشوية زيت، هتعملي احلى طحينة معايا. احنا عملنا ايه بكوباية السمسم ديت؟ عملنا معانا كيلو من الطحينة زي ما انت شايفة كده، يعني كيلو الا جرامات بسيطة من الطحينة. يعني بكوباية سمسم واحدة هتعملي كيلو طحينه. تقدري ان انت تعملي بقى اي طحينه انت عاوزاها، هي زي ما احنا عملناها كده. دي بمعلقه طحينه عملتي طبق كده طحينه محترم. عملتيه معانا. يلا هنعمله مع بعض ان شاء الله خطوه بخطوه. يا ريت تشوفي الفيديو للاخر عشان تشوفي معايا كل خطوه بخطوه. ولو اول ما تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسانيش بقى في لايك، ما تنسيش في الاشتراك عشان الصفحه تكبر وتنجح وتشوفي معايا كل حاجه حلوه وكل حاجه جديده. ونسمي الله ونبتدي مع بعض. نسمي الله ونبتدي مع بعض. اول خطوه هنعملها معانا كوبايه من السمسم، يعني ربع كيلو من السمسم. هنبدا ان احنا نعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نطحنها في المطحنه. نبدا نقسمها كده على نصين، وهنبدا ان احنا نطحنها في قلب المطحنه. وبعد كده هنعمل الخطوه الثانيه مع بعض. دلوقتي احنا خلاص طحنا السمسم. بصوا بقى عامل ازاي، بقى شبه الحلاوه الطحينيه بالظبط. ريحته جميله جدا، ريحته حلوه قوي. احنا عملناه اهوت في المطحنه اللي قلت لك عليها. احنا عملناه على مرتين علشان خاطر يبقى سهل معاكي ويتطحن بسرعه. هنعمل ايه الخطوه الثانيه؟ معانا كوبايتين من الدقيق، معانا كوبايه وربع من الزيت. واحنا بنعمل كده مع بعض هنشوف هياخد كميه زيت معانا قد ايه. هنبدا اول خطوه نعملها ان احنا بنحط بقى، بنجيب معانا كده شفشق الخلاط. نحط كده معانا كوبايه من الزيت الاول. نبدا كده نضيف كده السمسم. نبدا نحط نص كوبايه من الدقيق، او ممكن نضيف كوبايه. نقلبها كده تقليبه كده قبل ما نطحنها قبل ما نضربها كده في الخلاط اهي. ده كده بيبقى شكلها وهي لسه يعني ما اتضربتش ولا اي حاجه خالص اهي. طبعا بنبدا ان احنا نضربها ضربه كده في الخلاط. واحنا بنضربها هنبدا نضيف الدقيق الباقي والزيت الباقي. واقول لكم بقى واحنا بنضربها كده هتاخد معانا كميه زيت قد ايه. دلوقتي دي الكميه اللي احنا عملناها اهي، ضربناها في الخلاط. طبعا انا قلت لي زي ما قلت لك كده ان احنا حطينا الاول كوبايه السمسم اللي احنا طحناها، وحطينا كوبايه من الزيت وكوبايه من الدقيق. وبدانا ان احنا واحنا بنضرب بقى في الخلاط بدانا نحط حبه بحبه بالدقيق، وتحتاج زيت نحط حبه لحد لما خدت معانا كميه كلها. كوبايه السمسم المطحونه، كوبايتين الدقيق، كوبايه وربع من الزيت، بقت القوام اللي انت شايفاه دوت. مفيش احلى من كده ولا اوفر من كده حاجة تعمليها في البيت توفر معاكي. يعني بمعلقة طحينة خام من ديت هتعملي طبق طحينة كامل. يعني كوباية السمسم هتعمل معاكي حوالي، يعني اقولك اكتر من نص كيلو طحينة. انت عارفة طبعا الطحينة بتشتريها بكام، فهي هتعمل معاكي اكتر من الطحينة. احنا عملنا البرطمان اهوت. هنكمل كده الكمية ونحطها في حاجة تاني وهنشوفها كده مع بعض. دلوقتي خلاص احنا خلصنا عبينا الطحينة. بصي دي شكلها كده، شكلها جميل وريحتها حلوة قوي. طبعا انا بصراحة يوم ما بعمل الطحينة ما بحبش افوت ان انا لازم اعمل حبة طحينة كده ناكلهم في نفس اليوم. يعني كده مكان الخلاط ما انتي بتضربي كده الطحينة كده في الخلاط، بتسيبي معلقة كده في الخلاط وبتحطي عليها سنة شطة، سنة ملح، سنة فص ثوم كده مطحون، وتحطي معلقة خل وتضربيها في الخلاط مع شوية لبن او شوية مية حبة ما انتي عاوزه بقى ميه او بلبن. تضربيها في الخلاط
تطلع معاكي بالمنظر دوت. احلى طحينه تعمليها كده في البيت. بتبداي بقى ايه، تزوقيها كده بشويه شطه ولا اي حاجه. عاوزه اقول لك بقى دلوقتي احنا عملنا كميه طحينه قد ايه بكوبايه السمسم اللي قلت لك عليها. كوبايه السمسم اللي هي ربع كيلو، عملنا طحينه قد ايه زي ما انت شايفه كده في الميزان. عملنا يعني كيلو الا ربع. كيلو الا ربع هي 960 جرام، يعني كيلو. كيلو، حوالي كيلو الا ربع من الطحينة بكوباية سمسم وكوبايتين دقيق وزيت. يعني يعتبر بتشتري كوباية السمسم بس اللي هي ربع كيلو، بيطلع معاكي الكمية ديت. ما تنسنيش بقى وما تستكتريش عليا ان انت تعملي لي اشتراك عشان الصفحة ان شاء الله تكمل وتنجح، واعرف اعمل معاكم كل حاجة جديدة وكل حاجة تفيدكم وكل حاجة ان شاء الله بإذن الله هتوفر معاكم. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.